يا مساء الفل والجمال عليكم. في السريع كده كنت قاعد في حصه مع بنوته اسمها رقيه قالت لي سؤال حلو قوي، وقلت بصراحه لازم اشاركه معاكم. قالت لي يا مستر، هو ليه البراد اسمه براد مع انه بيسخن الميه؟ انا بصراحه ما سمعتش السؤال في الاول، قلت لها تاني قول السؤال ده تاني كده. قالت لي ليه البراد بتاع الشاي اسمه براد مع انه هو اصلا بيسخن؟ تمام، فقلت لها تصدقي معلومه حلوه، تعالي نبحث ونشوف. فلقينا اكتر من فرضيه. في فرضية بتقول إن الدول العربية زمان كانوا بيستخدموا النحاس وعملوا منه الشكل الإبريق دون، علشان يبردوا فيه المية لقدرة النحاس على التبريد لما يتساب في الهواء فبيسقع وبالتالي بيسقع المية، فسموه براد المية. تمام. فلما الدول العربية دي عرفت برضو الشاي وبدأوا يغلوا أوراق الشاي فاستخدموا الإبريق دون في غلي اوراق الشاي، وفضلوا محتفظين بالاسم بس سموه براد الشاي. دي الفرضيه الاولى. الفرضيه الثانيه بتقول ان كان زمان برضو الناس بتستعمل الابريق دون، وهو كان ان مصطلح براد دلوقتي هو مصطلح عشان يفرق بين الابريق وبتاع زمان بشكله والبراد دلوقتي. تمام. فكانت الناس بتستخدم الابريق ده لتسخين الميه، وبعدين كانوا بيبقى صعب عليهم يحطوه على السفره ان هيبوظ السفره عشان سخن، فاخترعوا بعد كده الاشكال الحديثه لشكل الابريق بس عن طريق بقى ان هو يبقى ازاز او خزف او صيني بالاشكال الحلوه بتاعت دلوقتي، وبيحطوا فيه الشاي وهو سخن، لان المواد دي اصلا هي مواد عازله للحراره. تمام. فمش هيبوظ السفرة، وفي نفس الوقت هيبقى شكله شيك قدام الناس. فبقينا نستغنى او ما بقيناش نقول كلمة ابريق، وبقينا نستخدم كلمة براد، والكلمة لزقت في الشكل بتاعه وبقى خلاص طول الوقت براد الشاي. يا رب تكون المعلومة عجبتكم، واكتبوا لنا انتوا بتميلوا بقى لانهي فرضية، ولو حد برضه عنده فرضية تانية يقولها. واكتبوا لنا بقى في التعليقات ممكن نتكلم عن ايه زي ما روكا كده قالت. واشوفكم بقى ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.